دور كده في اي شله حواليك دايما هتلاقي اتنين، واحد كاريزما والتاني بيقلده. اهو الكاريزما ده هو فرنسا، والتاني يا مستر انجلترا حبيبي. طوال القرن ال17 والقرن ال18 كانوا الاتنين مقطعين بعض، بس مش بالسلاح ولا بالحرب. دول كانوا عاملين مسابقه مين اكتر واحده هتلم دول، فاللي فيهم كانت بتحط ايديها على دوله وتحتلها على طول كانت بتطلع لسانها للتاني. وفي يوليو 1789 احفظ التاريخ ده زي اسمه، صحيت فرنسا على ثوره عملها ولاد الناس مع باقي الشعب، وولاد الناس دول هم بقى الطبقه المتوسطه او زي ما بيقولوا الطبقه البرجوازيه. وكان الخبر زي القنبله لان بسببه انتهى زمن الملكيه خالص وبدات صفحه جديده في جمهوريه فرنسا، وده طبعا بعد ما انعدم الملك لويس ال16. سؤال بقى يا مستر، هو اللي حصل ده علاقته ايه اصلا بانجلترا؟ انت مركز بقى وشكلك هتتعبني معاك. بص يا سيدي، اغلب الدول الاوروبيه كانت هم كمان ملكيه، فلما لقوا جارتهم بتتبهدل والملك بيتعدم كلهم خافوا على رقبتهم، فلموا بعض بالليل عند بلبن وقال لك الثوره دي لازم تموت، فدخلوا اكتر من حرب ضد فرنسا، بس برضه انتصرت عليهم وقالت لهم كل واحد يرجع مكانه تاني يا حبيبي. مش قلت لك كاريزما؟ بس وقتها حست فرنسا بالخطر وقالت لنفسها انا لازم اتصرف، انا هحتل مصر. قال لا، وانا مال انا يا لمبي؟ يوه نسيت اقول، اصل فرنسا كانت عليها على مصر من زمان، من ايام لويس ال14 لما كانت عاوزه تعمل مقلب في هولندا وتخرب لها تجارتها في الهند اللي كانت بتعدي من مصر، ولما ما عرفتش جت ايام لويس ال15 وميلت كده على الدوله العثمانيه وقالت لها ما تديني مصر. قال لها السلطان كنت اتمنى والله بس مستحيل اسلمها، دي لقطه. فاكرها سكتت بعد كده؟ لا والله، ايام لويس ال16 قالت لك انا بقى كل ما اجي ابعت حاجه لشرق اسيا هلف حوالين افريقيا، لا انا هحتل مصر. وبرضه ما عرفتش عشان اخيرا تنجح فرنسا بقياده نابليون بونابرت سنه 1798، ده كمان احفظه زي اسمه. ونابليون بقى ما كانش بيهزر، ده كان جاي مصر عاوز يعلم على انجلترا ويهدد امبراطورياتها اللي قرفه فرنسا بيها، وفي نفس الوقت يحقق حلم بلده اللي بتحارب عشانه من ايام لويس ال14. وهو بالمره هتبعد فرنسا خالص عن رأس رجاء الصالح اللي انجلترا حاطه ايديها عليه وتعدي تجارتها من مصر، عشان اول ما يدخل نابليون مصر يعمل اللي يصدقه عقل ولا منطق. تفتكروا هيعمل ايه؟ قولي في الكومنتات واستنى الحلقه الثانيه من حواديت رسلان. سلام.